وزارة النفط سوت كتاب ودزته لكل وسائل الاعلام وزارة النفط. طبعا الكتاب ما معروف من منه صادر. حاول اعرض لكم اياه. هذا كتاب وزارة النفط، يعني التهميش. هاي اذا تشوفه وزارة النفط، عرض لي يا زميل المخرج. وزارة النفط. طيب وزارة النفط منو كتب هذا الكتاب؟ منو اللي كتبه؟ شلون؟ شنو وين ردكم؟ شو يقولون؟ يقولون ما يلي. عرض لي يا زميل المخرج. هذا ايضاح من وزارة النفط بخصوص مصفى ميسان. هاي نقطة مهمة. ثالثا، بخصوص شركة ستار، نود التوضيح أن هذه الشركة كانت قد تقدمت بعرض للاستثمار في مصفاة ميسان وفق التعليمات التي وضعتها الوزارة فيما يخص طريقة التقديم والمؤهلات المطلوبة. وبينت، انتبهوا، الشركة بينت أن لديها شركاء من شركات معروفة وممولين. رجع للزمن المخرج حتى نعرض الوراها. ومصارف رصينة. وبضوء الأوليات التي تم تقديمها الوزارة والمناقشات التي جرت مع هذه الشركة، تم توقيع مذكرة تفاهم، وذلك بتاريخ 10/10/2013 نافذة لمدة 4 أشهر تنتهي في 10/2/2014. وإن رابعا، بموجب هذه المذكرة تتعهد الشركة بتقديم كل ما يثبت تسجيل الشركة ائتلاف الشركات، وكذلك ما يتعلق بقدرات التمويل والإنشاء والتشغيل والإشراف الهندسي وبما يتناسب مع حجم وتقنية المصفاة. والوزارة من جانبها وكإجراء طبيعي ستقوم بدراسة وتحليل كافة الأوليات المعروضة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والتعليمات والمؤهلات المطلوبة بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن هذه المذكرة لا تتضمن أي التزام على وزارة النفط بتوقيع اتفاقية لاحقة أو إحالة عقد أو أي التزامات مالية وقانونية أخرى. ارجع للزميل المخرج. يعني وزارة النفط إلا تنبهها يلا تشتغل. جابت رئيس الوزراء والرجل قال بنفسه توقيع عقد، ما قال توقيع مذكرة. رئيس الوزراء قال توقيع عقد، والشخص اللي طلع وياه يحكي لهجة شامية ما أعرف لبناني سوري قال هذا اليوم نتشرف بوجودك تحت إشرافكم ومباركتكم، التوقيع تحت إشرافكم ومباركتكم. ورئيس الوزراء قال هذا أول عقد استثماري. وثانيا يا جماعة، أنتم جايبين رئيس وزراء العراق، أنتم جايبين السيد نور المالكي موقفينه بحفل مصورينه، وهذا التصوير لا أحد يقول لنا شلون حصل. نحن نحصل. استوديو التاسعة والبغدادية تشتغل من أجل الوثيقة، لأنه هو يبدو اللي سرب الفيديو تورط، لأن حتى مجلس الوزراء ما يدري شلون طلع هذا الفيديو. رئيس وزراء واقف قلت له عقد يعني ما يدري يا أخي، مو عنده مستشار السيد ثامر الغضبان، وينك؟ شلون رئيس وزراء يجي يقول عقد استثمار وما يدري هاي مذكرة تفاهم؟ وشلون الشركة توعدكم راح تجيب معلومات عنها وعن الداعمين لها وانتم تتوقعون وياها؟ غير يفترض تشيكون وتتأكدون قبل ما تجيبون رئيس وزراء. فهي نقطة نظام، نقطة نظام على وزارة النفط، نقطة نظام على مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نقطة نظام على وزير النفط، ونقطة نظام على نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة دكتور حسين الشيرستاني، ونقطة النظام الأكبر على السيد المالكي. السيد المالكي شلون تقبل واحد يورطك أو تقبل واحد يوديك بهيك موضوع؟ يا أخي افترض هاي الشركة طلعت بالفعل وهمية، افترض هاي الشركة لا سمح الله طلعت إسرائيلية، انت شلون توقف؟ انت رئيس وزراء العراق صار لك 8 سنين بالحكم سيد المالكي، شلون تجازف هيك مجازفة؟ يا أخي راجع نفسي، أسأل مستشارين، أما أنا أسأل مسؤول الشركة عن اسمه. ويمك وزير النفط، مسألة وزير النفط، مسألة نائب رئيس وزراء نائبك السيد حسين الشيرستاني، شاوره قول له شو اسم الشركة. أما تطلع قدام الناس تسأل مدير الشركة أو مسؤوله أو ما أعرف منه هذا، شلون تسوي يا رئيس وزراء العراق؟ يا أخي رئيس وزراء العراق، رئيس وزراء العراق يا سيد المالكي، والله ما عندنا مشكلة وياك، والله نريدك تنجح، والله نريدك تنجح، والله نريدك تنجح، بس مو هيك يا رجل. ونشوفكم الفيديو. هذا عقد استثماري الأول من نوعه في العراق العزيز، فبنتمنى أنه يكون بكورة الجلب وجذب الاستثمار الأجنبي لهالبلد العزيز. فحبينا أنه يكون هالتوقيع تحت إشرافكم بمباركتكم إن شاء الله، وإن شاء الله نكون نحن يعني هذا العمل ذكورة أعمال
كثيرة بهذا المجال. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نوقع على أول مشروع استثماري يقوم به القطاع الخاص توفيق إن شاء الله لوزارة النفط وللشركة التي يرأسها الأستاذ شفيق. موفقين ونتمنى لهم النجاح ونشد على أيديهم ونتعهد لهم بتسهيل مهمتهم في بناء هذا المصفى ونتمنى عليهم الإسراع واختصار الزمن أيضا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. الله يحفظك. ان شاء الله موفقين. انا ما اعرف لشركتكم شو اسمها حتى نقول ستارين. انا ما اعرف لشركتكم شو اسمها حتى نقول ستارين. انا ما اعرف لشركتكم شو اسمها حتى نقول ستارين. دكتور ممنونك معاليك ان شاء الله. يعني نحن اول ما نتعرف عليك بكوره حلوه كثير.